تقرير خاص: اضطرابات الجوية تضرب المغرب. مرحبا بكم في هذا التقرير المفصل عن حالة الطقس في المغرب خلال الأيام المقبلة. وفقا لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يستعد المغرب لموجة من الاضطرابات الجوية القوية التي ستجلب معها أمطارا غزيرة، عواصف رعدية ورياحا عاتية، وقد تستمر هذه الأجواء المضطربة لعدة أيام. النشرة الإنذارية المستوى البرتقالي: يتوقع أن تبدأ التأثيرات الجوية، حيث ستشهد عدة مناطق في المغرب أمطارا غزيرة قد تؤدي إلى سيول وفيضانات مفاجئة، خاصة في المناطق المنخفضة. كما ستعرف بعض المناطق رياحا قوية وعواصف رعدية قد تؤدي إلى اضطرابات في حركة المرور وارتفاع منسوب الأنهار. تفاصيل الطقس حسب المناطق: الشمال والسواحل الأطلسية، الرباط، الدار البيضاء، طنجة، تطوان. هذه المناطق ستكون في قلب العاصفة، مع أمطار غزيرة مستمرة ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 80 كم/ساعة. من المتوقع أن تتسبب هذه الأحوال في فيضانات في بعض الأحياء، لذا ينصح السكان بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من الوديان. الوسط والداخلية: مراكش، فاس، مكناس، بني ملال. تشهد هذه المناطق أجواء غير مستقرة مع أمطار متفاوتة الشدة، لكن مع نشاط قوي للعواصف الرعدية، مما قد يؤدي إلى تساقط كثيف للأمطار خلال وقت قصير. كما يتوقع أن تشهد بعض المناطق المرتفعة تساقطات الثلجية مع انخفاض في درجات الحرارة. الشرق، وجدة، الناظور، الحسيمة: رياح قوية وأمطار غزيرة متفرقة، مع احتمال تسجيل نشاط للعواصف الرعدية، خاصة في المناطق الجبلية. من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السير على بعض الطرق الجبلية. الجنوب والجنوب الشرقي: أكادير، الراشيدية، ورزازات، زاكورة. هذه المناطق لن تكون بعيدة عن تأثيرات التقلبات الجوية، حيث يتوقع هبوب رياح قوية محملة بالغبار والعواصف الرملية، مع أمطار محلية قد تتحول إلى زخات رعدية قوية. في المرتفعات قد تشهد بعض المناطق تساقطات الثلجية خفيفة إلى متوسطة. الحرارة المتوقعة: انخفاض ملموس في درجات الحرارة، خاصة في المرتفعات والمناطق الداخلية. مناطق الشمال والوسط ستشهد طقسا باردا خلال الليل، مع درجات حرارة قد تصل إلى 5 درجات مئوية في بعض المناطق الجبلية. نصائح وتحذيرات هامة: القيادة بحذر، خاصة في المناطق التي ستشهد أمطارا غزيرة أو تساقطات ثلجية. تجنبوا الاقتراب من الوديان والمناطق المنخفضة لتفادي مخاطر السيول. تأمين الممتلكات الخارجية نظرا للرياح القوية المتوقعة. متابعة النشرات الجوية الرسمية لمستجدات الطقس وأي تحذيرات إضافية. ختاما، نحن أمام أيام قد تكون مليئة بالمفاجآت الجوية، لذا ينصح الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة. سنبقى معكم في تغطية مستمرة لأي تطورات جديدة. لا تنسوا مشاركة هذا التقرير مع أصدقائكم وعائلتكم للبقاء على إطلاع دائم بحالة الطقس. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتصلكم آخر التحديثات الجوية أولا بأول. الطقس المغرب: نشرة إنذارية، أمطار، عواصف.